السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الا كنتي تشوفي فيا اول مره حبيباتي ما تنساوش تشتركي في القناه، تفعلي زر الجرس، ديري لي جيم كومونتير فضلا وليس امرا. كما راكي تشوفي اليوم جيتكم بسبوسه بالخبز اليابس، تجيكم بنينه بنينه قرف بنينه، ما نعيا نهضر عليها، ما تجيش كيما زعما البنه تاعها هايله. نروحوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي السيرو باش نخلوه يبرد لي كامل نعرفوه. عندي لهنا كاس تاع السكر مع زوج كيسان تاع الماء. الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، ودرت له القرفه كما تقدروا ديروا له الليم، زعما يبقى اختيار. عندي كاس قل الصبع تاع السكر، كاس نفس الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، مع بيضتين، زوج بيضات تكونوا خرجتوهم قبل من الفريجيدان. ولهنايا عندي مغرف صغيره تاع لافاني، ما تسحقوا لا باتور لا والو، غير بالفوي خلطوه باش يتجانس هذاك البيض مع السكر. هذا مكان ما تسحقوش حتى يذوب ولا كاش حاجه زعما بالباتور، غير بالفوي يكتفي بالغرض. لهنا عندي كاس تاع الزيت، كاس اللي يرفد 220 مليلتر، نفس الكاس ناقص صبع، كاع المقادير الكاس ناقص صبع كيما هكا. ونزيدو نديرو هذاك الزيت على ضربه واحده ونخلطوه حتى يدخل كامل. دروك الحليب، انا لهنا ما كانش عندي الحليب، كانت عندي اللحظه لا بها درت لحظه. نتوما الحليب ولا لحظه كيف درت هنا كاس تاع الحليب ناقص اصبع. لهنا عندي نص كاس نتاع السميد اللي يكون رطب، نص كاس نتاع السميد اللي يكون رطب. لهنايا درت نص وتخلطوه شويه، من بعد تزيدوا نص كاس نتاع الخبز المطحون كيما هكا، نفس زعما نفس المقدار تاع السميد، هو نفسه تاع الخبز كيما هكا، بصح شا ولا فايدته غير بشويه، ما نديروش نص، فوق النص بشويه. وثاني نخلطو. الا هنايا درت كيما حنا نقولوا الخميره تاع الحلويات، درت كيس كامل وتخلطوا. الا شفتوا الخلط تاعكم زعما ناقص شويه تاع ناقص خفيف شويه، تقدروا تضيفوا له يا سميد يا خبز، هنايا يبقى اختياري. انايا لهنا درت ربع كاس نتاع الخبز مطحون، صاي درت ربع كامل كيما هكا. وتخلطوها مليح مليح كيما راكم تشوفوا، حتى خلوها خفيفه ما تثقلوهاش. كون تثقلوها كيما راكم عارفين السميد يشربوا كاع تجيكم ما تجيكمش خفيفه هكا ومقطنه من الداخل. اشعلوا دخلوها للفوق، شعلوا عليها من التحت، من طيب من التحت اشعلوا عليها من الفوق. من بعد شربوها بالسيرو اللي يكون بارد وهي تكون حاميه، وتبداو تقطعوا فيها. انا تم وريتها لكم زعما، بصح كون تخلوها تبات ليله تجيكم زعما بنتها اروع، ولا ديروها الصباح وتخلوها حتى العشيه. كل ما تطول كل ما تزيد البنه تاعها تولي زعما بنينه كيما هكا. نحي الطرف قدامكم، شوفوا كيفاش تجي القوام تاعها، وشوفوا كيفاش تجي خفيفه قطنيه البنه وحدها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. ما عليا الا نقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.